من أكتر المفاهيم والمعلومات الغلط اللي بتنتشر بين الأمهات إن ليونة الثدي معناها إن الحليب قل أو اختفى. وللأسف ده بيخلي أمهات كتير تسيب الرضاعة الطبيعية وتلجأ للرضاعة الصناعي، ظنا منها إن هي ما عندهاش حليب كافي أو إن هي مش بتكفي البيبي بتاعها. وأنا محتاجة أفهمكم النقطة دي كويس. بصوا بقى، أول أسبوعين بعد الولادة بيحصل إيه؟ تنزل هجمة الحليب، الثدي يبقى مليان ومتمرم، فالماما متخيلة ان هي كده ما شاء الله عندها حليب كتير. ودي الجسم بيكون لسه بيتعود على عملية الرضاعة، يفرز حليب زيادة عن احتياج البيبي لحد ما يشوف الماما هتستخدم قد ايه، البيبي بيرضع كل قد ايه. تمام. فيبتدي تلقائي الجسم يظبط نفسه ويبدل، وبدل ما يخزن حليب يبتدي ايه، يفرزه وينزل حليب حسب احتياج الأم. علشان كده بنقول دايما رضعوا حسب طلب البيبي، علشان جسمي في الأول يفهم ان البيبي بيحتاج قدر معين اللي هو فبالتالي انتج لي يا جسمي الحليب اللي يكفي رضيعي ويزيد. تمام. علشان كده بتحسي ان الثدي بيكون مشدود وبيكون ناشف، لدرجة ان في امهات بيحصل لها تحجر لو ما رضعتش كويس، وفي امهات ما بتعرفش تعمل التقام نتيجة ان هو تنسد كده ومشدود جامد، فنقول لها اعملي كمادات واعصري نقطتين تلاتة اربعة لحد ما الثدي يطرش شوية عشان البيبي يعرف يلتقم. تمام. طيب، بعد شوية إيه اللي بيحصل؟ بعد الولادة هرمون البرولاكتين بيكون عالي وبيخلي اللبن ينزل كتير زي ما قلنا. مع الوقت بقى جسمنا بيبتدي يفهم ويتأقلم ويبتدي ينتج الحليب اللي البيبي محتاجه بس. فخلاص مش محتاج ان هو يفضل مليان وان هو يفضل مؤلم وان هو يتحجر كل شوية، لا خلاص. لان انت هترضعي سنتين، تخيلي انت ماشية باحساس الامتلاء والتنس والنشوفية دي سنتين. اكيد لا، خلاص هو انت جسمك بيتعود. بس هي بتبقى اول اسبوعين تلاتة، في اللي مش بيرضع كويس ممكن توصل معاهم لشهر. صح، احنا ممكن في امهات لو طولت عن ان هي مرضعتش البيبي كل 3 ساعات مثلا الثدي بيمتلئ جامد علشان هي ما طلعتش الانتاج. انما ده مش معناه ان انا لو الثدي طري يبقى انا كده ما عنديش حليب. لا، انت لو بترضعي بانتظام، يعني كل ساعتين او اقل او حسب طلب البيبي، فهو تلقائي جسمك بينتج حليب وتلقائي خلاص مش محتاج يبقى مملي. انت مش خزان حليب. تمام. انت مصنع حليب. في فرق، المصنع يعني اللي هو بيطلع انتاج يتم استخدامه، مش انت مكان بتخزني فيه الحليب في الثدي. عشان كده الأمهات لما جسمها بيتعود، بالعكس ده كمان في معلومة بتقول إن الأم لما بتوصل إن الثدي بقى طري خلاص، معناها إن الحليب الانتقالي، اللي قصدي الحليب اللي هو اللي مليان مية وسكر واللي هو الحليب الأول، بيكون مظبط اموره نسبه اتظبطت، والحليب بقى متظبط من نسبة السكر والمية، وكمان اعلى في نسبة الدهون المشبعة اللي بتشبع البيبي وتنيمه وتخلي البيبي يزيد في وزنه. تمام. ولذلك لما تيجي مامي تقول يا دكتور البيبي بيرضع كتير جدا ومش بيبطل يسيبني، خصوصا في أول شهر، أول 40 يوم، ده مش معناه إن البيبي مش بيشبع. لأ، ده معناه إن البيبي معدته صغيرة والحليب الأم بيتهضم بسرعة. فهو سبحان الله ربنا خلى الحكاية دي تحصل علشان البيبي يقعد يرضع كتير، فالجسم يفهم إن في بيبي ومحتاج إنتاج حليب. يلا يا حليب انتج، يعني انتج لي يا جسمي حليب على قدر احتياج البيبي وبالتالي انا بضمن رحلة رضاعة طبيعية طويلة وبدون قلة اضرار. في نقطة تانية يا مامي خدوا بالكم منها، في اطفال ما شاء الله عندها مهارة ان هي تعرف تمص كويس، بتتولد ربنا خلقها كده قادرة ان هي تمص بسرعة
وتاخد كميتها المشبعة من الحليب في فترة قليلة. وفي أطفال بتبقى كسولة شوية، وفي أطفال صغيرة، وفي أطفال عضلات فكها لسه ما تقوتش ولسه ما اتدربتش كويس. فبالتالي مش معنى ان في طفل بيرضع بسرعة ويشبع وينام وحفاضاته كويسة ووزنه بيزيد ان هو كده عنده مشكلة في الرضاعة، ان هو مش بيرضع مثلا من 25 ل45 دقيقة. وفي طفل تاني يحب يقعد يرضع كتير وياخد على مهله وطريقة مصه أقل شوية في الكفاءة، فبالتالي برضو هيقعد يرضع كذا مرة أو هيرضع فترة طويلة. فوقت محدود للرضعات، ما اقدرش اقول مثلا لا رضعي يا مامي كده 20 دقيقة وخلاص. لا، لازم تقتنعي في حياة ابنك كله أو بنتك كلها مفيش طفل زي الآخر، مفيش حالة زي التانية، مفيش أم زي التانية. كل واحد بيبنوا تجربته الشخصية وحسب الحاجة اللي قدامه، حسب البيبي اللي ربنا رزقه بيه، حسب كمية الحليب اللي ربنا رزقها بيها. هي الفكرة ان احنا بنتأقلم وبنفهم الوضع اللي قدامنا، وبالتالي بنتصرف على حسب كده. أخيرا بقى للأمهات القلوقة اللي بتخاف، طيب يا دكتور هو بيرضع أطمن إزاي إن هو بيزيد في الوزن وهو كويس وإن هو ما عندوش مشكلة في الرضاعة؟ هقولك إن هو أول حاجة أنت بتبدلي من 5 ل6 حفاضات في اليوم مليانة بول. طيب ممكن مش بتبدلي على طول أو مش بتغيري دوري، يبقى أقل حاجة 3 مليانين من البول. تمام كده أضمن إن البيبي دوت بيرضع كويس. طبعا هنتابع مؤشرات وزنه كل أسبوعين لو هو لسه أول شهر، وبعد كده بتابع وزنه شهريا. تمام. تالت حاجة ان انتي بتلاقيه بعد ما يرضع فك ايده، استرخي، هدي، ما بقاش متشنج، مش بيعيط. طبعا بعد ما تكوني رضعتيه وكرعتيه، لان البيبي لو اترضع وسبتيه على السرير وما تكرعش عامل زي اكنه مخنوق. فانت يا اما تنيميه دقيقتين وترجعي توقفيه تاني فيتكرع، او انك تحطيه على كتفك وتمشي بيه وتخبطي بالراحه على ظهره بضغطه بسيطه فيتكرع، او انك تقعديه على ايديكي وتقعدي تلفيه كده يمين وشمال يعني فوق وتحت فيتكرع، او انك تنيميه على بطنك على رجليكي وتقعدي تخبطي بالراحه. برضو في كذا طريقه علشان الغازات دي هتتراكم وهتعمل له مغص وهتخليه مش مستريح. تمام. طبعا ممكن نعمل تمارين للمغص بس مش بعد الرضاعة مباشرة، علشان البيبي ما يرجعش كل اللي كله وندخل في دايرة ده عنده ارتجاع، ده بيرجع، ده مش متظبط، ده كده اكنه ما رضعش وندخل في شك كتير. اخر حاجة عايزة اقولها لك، لازم تثقي في نفسك، لازم تثقي في قدرة ربنا في ان هو اداكي حليب يغذي طفلك. مفيش حاجة في الدنيا هتساوي قيمة يعني القيمة الغذائية والقيمة المعنوية لحليب ربنا اداه للبيبي بالمقارنة مع أي نوع حليب تاني. تمام. أنا كلامي للأم المرضعة اللي بتشك في نفسها، علشان الأم اللي بترضع صناعي برضو ما تزعلش. في أمهات غصب عنها اضطرت ترضع صناعي وإلى الآن تفضل يعني تؤنف في نفسها، وأرجوك يا مامي ما تعمليش كده. الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. دايما أقولها لكم دايما، هي حاجات بنمر بيها يا إما أتعلم وأصحح أخطائي أو إن أنا أستمر في أخطائي، ودي قرارات شخصية لكل أم، وكل أم عارفة مصلحة ولادها أكتر من أي حد في الدنيا. تمام. المامي المرضعة طبيعي، ثقي في نفسك، خليكي قوية، اتعلمي وتثقفي وخدي مصادر معلوماتك من أماكن موثوقة، من صفحات فيها ناس بتقدم معلومات موثوقة، مش من قاعدة كلنا قاعدينها فكل واحدة تجربتها الشخصية تتكلم فيها فناخدها. صح في حاجات بتيجي بالكلام بتبقى حاجات مفيدة، ولكن الحاجات يعني العلمية الأكتر أرجوك خديها من معلومات موثوقة. وأتمنى لكم رحلة رضاعة سهلة وبسيطة، ومع السلامة.